السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم المغرب الجميل. في تطور قد يربك حسابات أياكس أمستردام، كشفت تقارير إعلامية أن النجم المغربي الصاعد عبد الله وزان لا يملك حتى الآن عقدا احترافيا مع النادي الهولندي، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام رحيله في الصيف المقبل وسط اهتمام متزايد من كبار أوروبا. وبحسب ما أورده موقع أفريكا فوت، فإن إدارة أياكس حاولت مرارا إقناع والد اللاعب حسين وزان ببدء مفاوضات التوقيع، إلا أن الأخير ظل متريثا مطالبا بمهلة للتفكير، خاصة في ظل مراقبة أسماء عمالقة لمستقبل نجله أبرزها باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد. المصدر ذاته أوضح أن والد وزان مستاء من تعامل أياكس مع نجله في الفترة الماضية، حيث لم يمنح التقدير الكافي رغم الموهبة الكبيرة التي يملكها. وتأخر عرض العقد الاحترافي لفترة طويلة، ويبدو أن أياكس بدأ يدرك متأخرا قيمة الجوهرة المغربية، وسط أنباء تؤكد أن مستقبل اللاعب بات أقرب للخروج من هولندا، ما يضع النادي في موقف لا يحسد عليه. هل يكون الصيف المقبل بداية رحلة احترافية جديدة للنجم المغربي الشاب عبد الله وزان؟